السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كنا في صبية الري في الفيوم، واليوم ده بصراحة كان من أجمل الأيام اللي عشتها. يوم كله حماس وجمال وتنافس قوي جدا بين الخيالة بخيولهم. اليوم بدأ بتجمع كبير جدا من الخيالة، وكل واحد جاي بخيله فخور بيه ومستعد يشارك. والجمهور ما شاء الله كان عدد ضخم جدا، الكل متحمس يتفرج على جمال الخيل وسرعته وهيبته. ومن نقطة البداية اتحركنا للمكان اللي هيكون فيه السباق، وكل فارس بدأ يسخن خيله ويجهزه للانطلاقة. صوت الخيول وهي بتجري وصهيلها في الهواء كان فعلا حاجة تفرح القلب. وزي ما هتلاحظوا على كل فارس فرحته وهو داخل بخيله وبيجري بيه، والشباب الصغيرين فرحانين بيه وبيمشوا وراه. وزي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل ده خير يا جماعة، اللهم بارك لأصحابهم وبارك في صحة الخيول كمان. وهنا كانت بداية منافسات ودية، كل واحد فيها بيستعرض قوة خيله وسرعته وبيسخن فيها جسم الخيل استعدادا للمنافسة الحقيقية اللي هتبدأ كمان شوية. ما شاء الله اللهم بارك، صوت الخيل لوحده كان كفيل ان هو يهزك من جوه، وكمان حركته وسرعته وهو بيجري حاجة بصراحة تفرح القلب. وهنا كل خيال كان بينشط الخيل بتاعه وبيعوده على أرض السباق علشان لما يجري فيها يكون جاهز وعارفها. فما شاء الله بدأوا يزودوا سرعتهم استعدادا للمنافسة الحقيقية. وهنا بدأ التنافس الحقيقي، الخيول انطلقت بكل قوتها والخيالة كلهم مركزين، وكل واحد عايز يسبق منافسه ويبرهن إن خيله هو البطل. طبعا زي ما انتم شايفين المنافسة هنا كانت عبارة عن إن كل اتنين بينافسوا بعض، واللي بعدهم بيبدأوا ينافسوا بعض تاني. وهنا الجمهور ما كانش قادر يستنى لحظة رجوع الخيل الفايز من السباق عشان يعرف مين اللي كسب، بالعكس كان بيجري وراه عشان يلحقوا على خط النهاية. وزي ما انتوا شايفين الخيل اللي بيكسب بيرجع بزفة كأنه عريس في يوم فرحه، الناس بتغني وتجري وراه والفارس ماشي رافع راسه، وكل اللي حواليه بيهتفوله فرحة صادقة فيها حب وتقدير للخيل والفروسية. وده كان تاني سباق بمنافسين مختلفين خالص عن السباق الأول، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله سرعة رهيبة وتنافس فظيع. ولكن ما شاء الله زي ما انتوا شايفين في فوز باكتساح للخيل الأول. وطبعا الخيل الفايز لازم يرجع بزفة كبيرة وفرحة من الجمهور زي ما انتوا شايفين كده. ده كان تالت سباق معانا، ولكن انا عايز اقول لكم حاجة يا جماعة، بعيدا عن السباق ومتعة الاجواء بتاع الخيل، الا ان عجبني جدا ولفت نظري جو ان الجمهور بيتفاعل مع الخيل وبيفرح له جدا وقت المكسب، وبيزعل على زعل الخيال وقت الخسارة.
ومعانا اخر سباق في اليوم ده، واللي ما شاء الله كان قوي جدا لدرجة ان هم عادوه اكتر من مرة. وزي ما انتم شايفين كده، بعد ما الخيل انطلق في خيال وقف الفرس بتاعه، وبالتالي هيرجعوا يعيدوا السباق تاني. اما دي بقى فكانت تالت مرة يعيدوا فيها السباق، وما شاء الله الخيل انطلق انطلاقة قوية جدا وسريعة فوق ما تتخيلوا. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله النتيجة كانت قريبة جدا لدرجة ان احنا نقدر نقول عليها تعادل. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ده او محتوى الخيل يا ريت تكتبولي في التعليقات، بحيث ان احنا ممكن نطلع سباقات تانية ونصورها لكم في الفترات الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.